Having got what they came for, the guerrillas shout to the Moroccans to surrender. In doing so, a man is killed. Équipés d'un armement mobile et sophistiqué que leur livrent la Libye et l'Algérie, ils remportent des victoires en attaquant des garnisons marocaines isolées. L'armée marocaine se retranche dans les chefs-lieux du désert autour d'El Ayoub. Mais elle a l'avantage du nombre ainsi que l'aviation. Le Polisario arrive cependant à faire reculer la Mauritanie, où un coup d'État en 1978 débouche sur sa neutralisation dans le conflit. C'est l'armée marocaine qui deviendra désormais son ennemi principal. Vous attendez à ce que le Polisario reçoive de nouvelles armes de l'Algérie? Je ne vois pas quelles nouvelles armes on peut lui donner. Il a toute la panoplie déjà. Alors à moins qu'on lui donne l'aviation. Maintenant, en ce qui concerne la Mauritanie, est-ce que vous continuez de soupçonner la Mauritanie de favoriser? Écoutez, moi je ne soupçonne personne, moi je fais la guerre. Et je me contente de la faire. الجدار الأمني أو الحزام الأمني المغربي، بزاف ديال الناس كيظنوا أنها فكرة ديال الحسن الثاني رحمه الله أو الفكرة ديال الجنرال أحمد الدليمي، والعالم الآخر بوحده صورها على أن المهندسين الإسرائيليين أو خبراء عسكريين إسرائيليين هم اللي قاموا بتشييد الجدار الأمني المغربي. هوارب ومدين في الحقيقة وبها اللي فيها قلت الزمور اللي حد يعرف طبيعة اللي قلت ويعرف اللي كان فيها من التحصينات ويعرف اللي كان فيها من الجيوش ولا قد وصفها المغرب اللي كان له هي وكل العالم كامل، له يسرط موريتان ويسرط الصحراء ويسرط ثلث الجزائر ولا أمقان عشي وخالق الله هو. الشيء اللي فرض أن الملك الحسن الثاني يستنجد بحلفائه يسويه في فرنسا، قال ندخل 15 يوم وتتدخل العبقرية الإسرائيلية وتتدخل أمريكا رغم أنها كانت متدخلة ميدانيا. هون بهذا التدخل بهذه الدراسة وبهذه العبقرية الإسرائيلية وتوصلوا لأنه ما تلاقي قدام الحسن الثاني هو وجيشه منحل ما هو الانتقالي للدفاع الثابت والاحتماء بذاك اللي قد يوفر الدفاع من موانع ومن حواجز طبيعية واصطناعية والتخلي كلية عن فكرة الهجوم وفكرة الاحتلال وفكرة التوزع وغيرها. وحدوا الموضوع على ذاك اللي سموه ذاك الوقت المثلث النافع اللي هي العيون السمارة بجدور، وعنه هذا المثلث النافع يلا المغرب يتقوقع فيه وعدل فيه الأحزمة الدفاعية وعدل فيه أرباط وعدل فيه دفاعاته على غرار التجربة الإسرائيلية في خط بارليف على قناة السويس. قصة الجدار الأمني هي قصة غريبة، من حديث عابر إلى فكرة إلى عمل جبار من طرف فرق الهندسة المغربية. ففي أواسط 1978 وقبل ما يمشي العقيد حسن بدري من الدوزيام ريم وقبل ما يجي بلاصتو العقيد فتحي الشريف، كان واحد القبطان شاب هو ولد العرايش قائد الدوزيام سي ان في نقيب محمد بن زروق بن مجاهد. في واحد النهار كيهضر هذا النقيب مع العقيد حسن بدري وهو يقول ليه علاش المغرب ما يديرش واحد الرومبلي بحال اللي كانت دايره اسرائيل في الجولان. بن زروق ما جاش وقال ديك الهضره غير هكاك، هو مشى اصلا للجولان، شارك في معارك سفوح جبل الشيخ وكان كيشوف من بعيد رفقه الضباط اللي معاه الرومبلي اللي كانت دايره اسرائيل. فبدا كيشرح لحسن بدري داك الرومبلي كيفاش داير، قال ليه راه كيتكون من ستير ترابي وكاينين خنادق وقدامهم اسلاك شائكه وعاد حقل الالغام. دوروا الهضره بيناتهم ودازت الهضره كحديث عابر. هاد الفكرة بدات تتكبر بشوية بشوية وأيدوها الضباط اللي شاركوا في الجولان، فالفكرة بشكل أو بآخر وصلت لحمد الدليمي واللي بدوره وصلها للحسن الثاني. الفكرة منين وصلت للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية حولها لمشروع ضخم سمي بالحزام الأمني المغربي. هذا الحزام فما كانش بناؤه بشيء سهل، لأن البوليزاريو كانت دائما كتهجم على فرق الهندسة وكتمنعها من بناء الجدار. وهنا كان الدور ديال فيالق القوات المسلحة الملكية واللي كانت كتأمن عمليات بناء الجدار الأمني وصد مرتزقة البوليزاريو في أي إغارة. هاد الفيالق هي اللي كانت تتسمى بليريم أو ليريجيمو أو فيالق المشاة المحمولة. من بين هاد الفيالق
كانت الكاتريا مريم والفيلق الرابع للمشاة المحمول اللي كان في قلة الزمور وكان حتى في بوكراع، وتعاقب على القيادة ديالو العديد من الضباط كقجي والقلعي وقندروش. واحد ضابط ولد مدينة مكناس كان الرجل ينادى بالكولونيل ماجور عبد الحق السهلي. طلحة جبريل موسى هو صحفي سوداني زار الصحراء المغربية وبالضبط سنة 1984 منطقة بوكراع واللي كان فيها الكاتريا مريم. كيقول هذا الصحفي: تطلع الكولونيل عبد الحق السهلي ببصره إلى الصحراء القاحلة اللامتناهية خلف الجدار الدفاعي وقال: طالما أنني هنا فلا أعتقد أن الحرب ستنتهي. بهذه العبارة المغلفة أجاب قائد منطقة بوكراع على سؤالي. عند انتقالنا كان علينا أن نستعمل سيارات لاندروفير لمرافقة الكولونيل عبد الحق السهلي في طريق صحراوي شاق تحت لهيب تئن الحجارة له من فرط الحرارة. رافقنا جنود مغاربة وما استغربت منه أنهم لا يحملون أي سلاح. قال للكولونيل السالي إن منطقة بوكراع لم تتعرض لأي هجوم منذ مدة، وهنا استنتجت أن سمكة البوليزاريو لم تعد قادرة على السباحة في تلك المنطقة بعد أن أجبرت هذه السمكة على السباحة خارج النهر. Par une chaleur de 45 degrés à l'ombre, ces soldats, dont certains sont là depuis 7 ans, fixent désespérément l'horizon. Nous sommes au calme. Grâce à une surveillance radar, ces hommes peuvent voir arriver les commandos du Polisario à 30 km de distance et demander à l'aviation marocaine d'intervenir. Leurs armes ne sont qu'un ultime recours. Est-ce que vous attendez à ce que le Polisario reçoive de nouvelles armes de l'Algérie? Je ne vois pas quelles nouvelles armes on peut lui donner. Il a toute la panoplie déjà. Alors à moins qu'on lui donne l'aviation. Maintenant, en ce qui concerne la Mauritanie, est-ce que vous continuez de soupçonner la Mauritanie de favoriser? Écoutez, moi je ne soupçonne personne. Moi je fais la guerre. Et je me contente de la faire. Mais les raids que peut effectuer le Polisario... Devant une carte, il est impossible que le Polisario puisse arriver à Dakhla sans passer par la Mauritanie. À moins de traverser 2 fois la ligne de défense. الكولونيل عبد الحق السهلي هو ضابط مغربي، هو البروموسيون ديال العبيدي من مواليد 1944 بمدينة مكناس، خريج الأكاديمية العسكرية بنفس المدينة، هو قائد الكاتريا مريم والبروميير ريم. بعد ناجي المكي هو قائد منطقة بوكراع ومنطقة البقاري. بعد مشوار عسكري طويل في الصحراء المغربية غيتقاعد سنة 1998 برتبة كولونيل ماجور. في هذا النهار نترحموا على الأخ ديالو اللي كان حتى هو كولونيل وغادرنا إلى دار البقاء مؤخرا. أطال الله عمر الكولونيل ماجور عبد الحق السهلي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.